السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة البسبوسة بأسهل طريقة ممكنة، مكوناتها سهلة وبسيطة. البسبوسة بتاعتنا السوا بتاعها موحد من تحت ومن فوق، مرملة بتدوب في البق، قوامها مظبوط. تعالوا بينا نسمي الله ونبدأ المكونات. معايا كوباية الا ربع سكر 150 جرام، وزيها كوباية الا ربع حليب 140 جرام، ونص كوباية سمنة، عليها معلقتين سمنة كبار. النص كوباية 100 جرام، والمعلقتين الكبار 30 جرام. تمام كده. اهم حاجة ان انتي ما تبقيش حاجة في الكوبايات المعيارية اللي انت بتستخدميها علشان المكونات تكون مظبوطة. معايا معلقتين ونص كبار عسل ابيض. انا هستخدم فيها عسل ابيض، لو مش متاح عندك ممكن تستخدمي الشربات اللي انت هتعمليه، او تكوني عاملاه مسبقا وتستخدمي منه معلقتين ونص، او عسل جلوكوز موجود ومتاح عند اي عطار بتستخدميه. هنرفع المكونات بتاعتنا على نار هادية خالص لحد ما السكر بتاعنا يدوب والسمنة بتاعتنا تسيح، ونقدر نلمس الخليط او المكونات دي بايدينا كده، نتحسسها بالمعلقة ونلاقيها هادية، مش عايزينها سخنة ومش عايزينها بتغلي. ولو يعني رفعت منك شوية ممكن تبرديها بحاجة بسيطة. معانا نص كيلو دقيق سميد 3 كوبايات ونص، وحاولي ان انت تتحسسي ذرات السميد. لو صابت اثر دقيق على ايدك اعرفي ان دقيق السميد ده مش حلو، واستغني عنه وشوفي بديل تاني، لانه هيطلع لك قوام البسبوسه مش حلو. هنحط عليها ذره ملح بنستخدمها لكل الحلويات والكيكات، ونحط نص معلقه فانيليا بودر اي نوع، او باكيتين 5 جرام. تمام كده. اخلطي الفانيليا والملح مع الدقيق، وبعدين انزلي عليهم بالمكونات اللي احنا فكناها على النار، اللبن والسكر والسمنة. وبرضو زي ما قلتلك ما تسيبيش اي بواقي لاي حاجة، علشان دي بتفرق معاكي. المعلقة او المعلقتين اللي بتبقوا بيفرقوا معاكي. تمام كده. اخلطي المكونات بتاعتك بهدوء، وحاولي ان انت ما تقلبيش كتير، بقدر الامكان دقيقة او دقيقتين، يعني ده اكتر حاجة خالص. لان دقيق السميد فيه مادة جلوتين، ومع التقليب المادة دي بتنشط، واحنا مش حابين ان هي تنشط، فبتنشف معاكي البسبوسة، وترجعي تقولي البسبوسة بتاعتي مش مظبوطة وقوامها مش مظبوط. دلوقتي انا قلتلك الطريقة بالجرام، وكمان قلتها لك بالكوباية، علشان لو مش متاح عندك الميزان تبقى انت متاح عندك الكوباية اللي انت هتستخدميها في كل المعايير، يعني تكون واحدة في كل المعايير، في السميد، في السكر، في اللبن، في كل حاجة هتستخدمي نفس الكوباية علشان القوام بتاعك يطلع مظبوط. ولو انت هتعملي كيلو انت هتضعفي المقادير. عندي صينية مقاس 30، الصينية بتاعتي دي مقاس 30، ولو حابة ان انت تستخدمي النص كيلو ممكن يتحط كمان في 28، بتبقى مظبوطة اكتر. عندي معلقة سمنة بلدي، هدهن الصينية بتاعتي سمنة بلدي عادي. في ناس هتقولوا في ناس ممكن تدهن طحينة، اقولك ممكن تدهنها طحينة، وممكن تدهنها زيت لو انت حابة. هتبقى تكون معاكي كويسة، ومش مش هتفرق يعني قوي، لكن السمنة البلدي بتديلها طعم حلو. هننزل بالخليط، وحاولي ان انت ما تركنيش الخليط بتاعك كتير، افرديه كده بالمعلقة بتاعك، والافضل ان انت تفرديه بايدك على السريع، هيكون افضل وهتساوي الوش. انا بليت الجوانت بتاعي حاجة بسيطة خالص من المية، وهفردها فردة بسيطة خالص علشان يكون الوش بتاعه متساوي، ويكون السطح بتاعها املس، ويكون الشكل واحد وموحد. الطريقة سهلة ومش محتاجة اي حاجة. لو انت وصلت معايا لحد هنا، اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وعلشان وصفاتنا تستمر ونكمل مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده انا بحاول اظبط الوش بقدر الامكان. زي ما قلتلك البسبوسة طريقتها سهلة، مكوناتها بسيطة، كل حاجة متاحة عندك. هخبط بس خبطتين للصينية علشان كل حاجة فيها تتساوى والشكل بتاعها يكون موحد، وابدأ بالتقطيع بتاعي. التقطيع اللي انت حابة تقطعيه قطعيه، عايزة تقطعي مربعات، عايزة تقطعي مثلثات، سمبوكسات، الشكل اللي انت حابة تقطعيه. والافضل انك تقطعيها قبل ما تدخليها الفرن، علشان تدي براح للبسبوسة شوية ان هي تستوى. لان التقطيع ده يعني شوية بيفرغ منها بيخلي المسامات بتاعتها متفرغة، وبيدي شوية ان السكر اللي فيها يتكرمل بسهولة ويكون الشكل بتاعها من جوه وقت التسوية وموحد. اسفة.
زي ما انتوا شايفين انا قطعتها مربعات، يعني بحاول بقدر الامكان ان انا اظبط الشكل. وحاولي برضك زي ما قلتلك ان انتي تخليها متقطعة قبل ما تخش الفرن، علشان يكون التسوية بتاعتها واحدة وقت ما تيجي تستوي في الفرن. التزيين اللي انت حابة تستخدمي فيه، فيه ممكن تحطي سوداني، فيه ممكن تحطي عين جمل، فيه ممكن تحطي فستق، اي حاجة عندك. لو حابة ان انت تستخدمي جوز الهند ممكن تستخدمي جواها، بتبقى حلوة ويبقى شكلها جميل وطعمها حلو برضو. احنا بنحاول بقدر الامكان، او انا بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب لك الوصفة سهلة ان انت تستخدميها مرة وتطلع معاكي ناجحة ان شاء الله على نفس الطريقة. ساعتها المرة التانية ابدأي اعملي نفس المقادير ونفس المكونات، بس لو حابة ان انت تضيفي حاجة تانية اعمليها. تمام كده. الوصفة زي ما قلت لكم سهلة وطريقتها حلوة وقوامها مظبوط. البسبوسة ما شاء الله هتشوفوها في اخر الفيديو حاجة ما شاء الله بجد تحفة، تغنيك عن ان انت تشتري حلويات من بره او اي حاجة تانية. ودايما اعتمدي في الحلويات الشرقية ان انت تستخدمي السمنة، بيبقى شكلها حلو. هندخلها الفرن بتاعنا مشغل مسبقا على درجة حرارة 180، وحاولي ان انت تهديه علشان تاخد السوا بتاعها مظبوط. معايا كوباية ونص سكر للسيرم 300 جرام، وكوباية ونص مية، عليهم عصرة ليمونة صغيرة، وهنرفعهم على نار اول حاجة نار متوسطة لحد ما السكر بتاعنا يدوب. وحاولي في التقليب ان انت تقلبي من النص علشان السكر ما يروحش على الاطراف فيعمل تسكير، وبالتالي هيتكرمل معاكي وهيبقى لون الشربات غامق. 5 دقايق بالظبط وطفيت عنها وحطيت لها معلقة سمنة بلدي صفرة تديلها لون حلو كده وتديلها ريحة حلوة. تمام كده. الشربات بتاعنا بتاع البسبوسة هيكون دافي. البسبوسة بتاعنا زي ما انتوا شايفينها في قلب الفرن على الصاجة الاولانية بدأت تحمر من الجوانب، رفعتها فوق الشواية علشان تاخد وش، وما خدتش معايا في الفرن غير 40 دقيقة بالظبط وكانت جاهزة. وزي ما قلت لكم الشربات بتاعها دافي. البسبوسة بتشرب الشربات بتاعنا بسهولة جدا. الكمية بتاعت الشربات على قد البسبوسة بالظبط. ولو لا قدر الله حسيت ان البسبوسة بتاعتك مش بتشرب الشربات وبتاخد وقت عما بتشربه، حط لها كمية الشربات اللي احنا عاملينها وغطيها زي ما انا بغطي. لازم تكموريها بصينية وعليها فوطة لمدة 10 دقايق او ربع ساعة وهتطلع معاكي زي الفل. البسبوسة بتاعتي بتتقطع بكل سهولة وبتطلع قطعة بقطعة ما شاء الله. قوامها مظبوط، مستوية السوا بتاعها، السكر بتاعها متكرمل من النص، شايفين اللون ما شاء الله، يعني حاجة حلوة قوي. تغنيك عن ان انت تشتري. جربي بس الطريقة بتاعتي وان شاء الله بإذن الله هتبقى محترفة. اهم حاجة الخطوات اللي انت تابعيها بالظبط. واهم حاجة اعرفي ان مش كل انواع السميد او مش كل العطارين بيستخدموا نوع سميد واحد، فحاولي ان انت تتجنبي الاخطاء دي اللي انا قلتلك عليها. السميد بتاعك يعني حاولي بقدر الامكان ان انت تنقي نوعية حلوة. المكونات بتاعك اظبطيها بالكوباية او بالميزان، ويفضل ان انت يكون عندك ميزان علشان لو لا قدر الله جربت الطريقة ورايا وما طلعتش مظبوطة تحاسبيني عليها بالجرام. تمام كده. الوصفة بتاعتنا سهلة مش مكلفة، معمولة في البيت بأسهل طريقة. ممكن تستخدمي فيها المية لو انت حابة. ما شاء الله البسبوسة بتاعتنا مرملة، طعمها حلو قوي، سكرها مظبوط، مكوناتها مظبوطة بالملي. دايما انا بقولك كل حاجة، ودايما برضو بسيبلك المكونات في صندوق الوصف اللي هو تحت العنوان. لو انت حابة تجربي هتلاقيها موجودة هناك. مشاهدة ممتعة للفيديو ولايك واشتراك، والسلام عليكم.